يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. شوف بقى ذكاء عائشة لأن نفس النساء يتعلموا منه. قالت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم. غيرت الكلام، خلص الموضوع، دخلنا في موضوع تاني خالص. أنا بقى اللي شايفه في المسألة دي إن عند بعض النساء غباء منقطع النظير في المسألة دي. يدخل الراجل من الشغل تعبان زهقان قرفان أي حاجة، تعمل معاه أي مشاجرة، يقول لها طب يا ستي خلاص أجلي الكلام، تقول لا لازم نخلص الموضوع. يا ستي خزي الشيطان، خلينا هتكلم كلمتين. طب خلاص استريح، لا لازم نخلص الموضوع وتعرفنا راسي من رجلي. ايه الموضوع وايه الحكايه يا ست؟ اعملي معروف، العفاريت بتلعب في وش، سيبين السعاده. قال لازم اللي مش عارف ايه والبتاع. قال لك سيب الموضوع، يعني سيب الموضوع، غير الكلام. واحده من الصنف ده اغرب موقف شفته في حياتي من الصنف ده. دخلت عملت مشاجره مع الراجل مش عارف، قالت له طلقني. قال لها طب سيبيني اهدى كده وهطلقك، وعد مني هطلقك بس سيبيني اخرج. قالت لا يا ستي سيبيني اخرج. لا، حب يخرج، قامت قافله الباب وخاطفه المفتاح وقالت له ما انتش خارج الا لما تطلق. زهق، قال لها طب انت طالق. قامت قالت له كده تفرط فيا بسهوله كده؟ انا ده الراجل بقول له كنت هتجن، ده انا عمال اقول لك اخزي الشيطان والمش عارف تقفلي عليا الباب وتاخدي المفتاح وتقولي لي لو مش عارف راجل وابوك خلف راجل ومش عارف الكلام ده طلق، واجي اطلق تقول لي تفرط فيا بالسهوله دي وهنت عليك اللي مش عارف ايه بتاع. اهو في بيوت بتسقط بيوت بسبب القصه دي. لا، عائشه غيرت الموضوع خلاص. ان ربك يأمرك أن تأتي البقيع فتستغفر لهم. قالت وما أقول لهم إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قل السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخر الحديث. فيبقى الشاهد هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربها، أهو ده ضرب خفيف، ضربها إيه؟ ضربها بمجامع يده حتى قالت لهزة أوجعتني، بس لا عظم اتكسر ولا دماغي اتفتح زي العياياء غياياء ده صاحب هذا الضال المضل صاحب الضلال البعيد. فده رجل بقى بيفهمش غير بكده. الرجل الشديد جدا جدا يعلم مراته الخيانة، مش الخيانة في الفراش، لا، يعلم مراته الخيانة في المال. تقول لك ما أنا حياتي معاه على كف عفريت، بكرة يمشيني، خد أي حاجة، خد أي حاجة من وراه، خد من مصروف، خد من مش عارف ايه، خد من ايه، اعمل حساب للزمن والكلام ده. بخلاف المرأة إذا كانت آمنة مع زوجها. دي المرأة إيه السابعة الغيايات طبقاء، دي السابعة مش كده؟ قالت المرأة الثامنة. أنا طولت ها؟ ليلتكم فل. ده احنا قاعدين وانا اقول انا حذرتكم ذنبكم على جنبكم، انا قلت لكم الحديث طويل وكده. طيب ماشي. قالت المرأة الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. شوف كلام جميل ازاي، شوف الأرنب ونعومة ملمس الأرنب. رجل ناعم رقيق زي جلد الأرنب، كلامه جميل، تصرفاته جميلة. لما بيحب يفتح الدرج بيخبط عليه، بيستأذن يعني من الدرج قبل ما يفتحه. راجل ايه ما حصلش يعني. وبعدين الريح ريح زرنب، دايما مهتم بالعطور. ودي برضو عاملة مشكلة في البيوت، ان المرأة تترك التعطر والتزين وكذلك الرجل. لا، شوف حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. لما سألها شريح، الحديث بيروي من قدام بن شريح عن أبيه عن عائشة، لما سألها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعملها إذا دخل البيت بالسواك.
ليه؟ لأن الرائحة إذا كانت منفرة بتعمل نوع من النفرة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطر الناس، وكانوا يعرفونه إذا مشى في طريق من رائحة الطريق، يطلع من البيت ويشم الريحة ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معدي دلوقتي، لسه ماشي دلوقتي من هذا الطريق. فهذا الرجل لا يصل منه أذى إلى المرأة. المرأة العاقلة هي التي تهتم بنظافتها الشخصية، تهتم بزينتها، لأن المرأة في الأصل زينة خلقت زينة، فيقبح ألا تتزين. وفي سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. صلفت يعني ثقلت عليه وكره النظر إليها. فيبقى المرأة تجهز، تعمل لها جدول كده، ما تشتغلش في البيت وزوجها حاضر، تخلص كل الشغل وزوجها غايب. وطبعا ده درس للنساء العاملات، لأنني وجدت أن أكثر المشاكل في المجتمع في بيوت النساء العاملات، مش في بيوت النساء اللي هم في البيوت. والمرأة معذورة، هم الاثنين طالعين مع بعض، وهم الاثنين راجعين جايبين سندوتشات مع بعض. طبعا أيمن إذا كانوا أيمن متأخرين لا لحقت تطبق اللحاف ولا ترتب السرير ولا مش عارف إيه، والبيت سابوه زي ما هو، رجعوا الاثنين زي ما هو. لا، غلط. المرأة زي ما أنت بترجع صدرك ضيق من الشغل والمواطنين والمش عارف إيه وزملاتك والكلام ده، هي كذلك راجع صدرها برضو زي خرم الإبر. طب أنت بقى لما تكون أنت زهقان وتعبان والكلام ده، مين يهديك؟ مين يقف كده يبقى عنده أخلاق وعنده حلم وعنده الكلام ده؟ ما يكونش غير مراتك بس. أول ما تدخل تقول لك يعني أنت زعلان مني، شكلك متغير، شكلك مش عارف إيه الكلام ده. ولا الست الناصحة اللي هي عرفت مفاتيح زوجها. الراجل يحب المرأة الذكية جدا جدا، اللي هي تعرف هو عايز ايه من غير ما يتكلم. اذا بص للسقف تعرف هو عايز ايه، اذا بص في الارض تعرف هو عايز ايه. ممكن ياخد نص نفس كده ويسكت، تقول له انت كنت عايز تقول ايه مثلا. الرجل يبقى عنده اعجاب بالمرأة اللي زي دي. اشوف في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، بتقول: تزوجني الزبير وما له في الارض شيء، فقير إلا ناضح، جمل بعير يعني، وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد 3 فرسخ من المدينة، حوالي 6 كيلو كده ولا بتاع، أو 5 كيلو. فكانت أسماء تمشي وتصل إلى الأرض عشان تجيب النوى عشان فرس الزبير. والزبير بن عوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام، قصر حياته على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت أسماء بتقوم بالدور بقى أنها تروح تجيب النوى والكلام ده. وأنت عارف بق الفرس بقى، شوف بقه قد كده، يعني يأكل في لقمة واحدة كيلو نوى. وكان زمان النوى أنت عارف بقى، النوى لو جبتوا إيد هون وقعدتوا تدق النوى بقى إيدك هتبربق قبل ما تكسر النوايا. هي بقى تجيب النوى وتقعد تطحن فيه عشان الفرس يأكل. ففي يوم من الأيام وهي راجعة من الأرض شايلة النوى على رأسها، مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام راكب الجمل بتاعه ومعاه مجموعة من الصحابة، كل واحد راكب الدبة بتاعته. قالت: فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني لأركب خلفه. قالت: فاستحييت أن أمشي مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رآها استحيت تركها. لما رجعت البيت بقى بتحكي للزبير الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم دعاني لركوبي خلفه وكرهت أن أمشي مع الرجال وذكرت غيرتك. هذه رعاية لصدر الرجل. أنا بكره الحاجة الفلانية، ليه تعمليه؟ ده بيغير صدري، ليه تعمليه؟ برضه. فتقول: ذكرت الزبير وغيرته. الزبير كان أغير الناس أو من أغير الناس.
وكان شديدا، حتى قال له عمر بن الخطاب يوما وقد سمعه يقول: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. ده الزبير اللي بيقول لعمر: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. قال: أظنها لو آلت إليك، اللي هي الخلافة يعني، لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. طالما كافر الغضب واحد زعلك هتحشد الجيش كله ويكون انت بتقاتل عليه على مد من شعير. فشوف ده نظر المرأة إلى ما يزعج الزوج فلا تفعله. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، عشان عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فانت ايه عشان يعني تصل الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم تحط الهدية في المكان اللي هو يحبه، حتى يعني صار عند عائشة هدايا كثيرة. ولما يلف النبي صلى الله عليه وسلم على بقية البيوت ما فيش حد يودي هدية، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم نفسن عليها هذا وقالوا: والله إننا نريد أن نصيب من الخير مثل عائشة. فكلموا الأول أم سلمة، دي رواية البخاري، اللي هي أولها: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية وجويرية، والحزب الآخر أم سلمة وبقية أمهات المؤمنين. فلما قالوا بقى يعني الهدايا تتوزع والكلام ده، قالوا لأم سلمة. أم سلمة معروفة بعقلها، قالوا لها: لما يلف ويجي لك قولي له، يعني أنه ينبه على الصحابة أنه أي حد يريد أن يعطي هدية فليعطيها في أي مكان كان النبي من أبياته، ما يخصش عائشة. فلما جاء في ليلة أم سلمة كلمته فسكت، ما ردش. تاني يوم: ايه اللي جرى؟ قالت: لم يتكلم. طيب لما يلف تاني قولي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لف وجاء عند أم سلمة كلمته سكت، فبرضه لف اللفة الثالثة وجاء عندها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. قالت: يا رسول الله إني أعوذ بالله من أذاك. طب ده يؤذيه يبقى ما تعملوش. فقالت لهم بقى، فأرسلنا فاطمة. قالت عائشة: فجاءت لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي زي بالظبط، نفس حركة إيديها نفس حركة رجليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه على السرير وهو وعائشة. قال: فلما دخلت قال: أهلا بابنتي. فجلست على طرف السرير بيني وبينه، فقالت: يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي عائشة. فقال لها: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب وخلاص. فأرسلنا زينب بنت جحش، وكانت أثيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت زينب تكلمت بكلام شديد، حصل نوع من الغيرة، فكلمت عائشة بكلام شديد. الشاهد من الكلام: قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ هي اتكلمت في حق كلام شديد، طب أنا لو رديت عليها هيزعل؟ قبل ما تتكلم نظرت إليه. طب إيش عرفها بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتكلم؟ خبرة المرأة الذكية التي إذا تزوجت بحثت عن مفاتيح زوجها. مفاتيحه فين؟ مش عارفة تجيب مفتاحه تعمل له طفاشة. خلاص لازم يبقى له حل، لازم يبقى له حل. الست ذكية لا تيأس أبدا، تعرف مفاتيح شخصية الرجل ده إيه، فتم لا تستفزه. وده يعرف كما قلت بالعشرة. قالت: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ قالت: فلما علمت
أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر لا تغلب يعني. فيبقى المرأة الفاضلة هي التي تعرف مفاتيح زوجها. لما يكون زي ما قلت لك هو المرأة حتى لو زوجها قال لها روح اشتغلي، لا تقول له أنا أفضل أقعد في البيت. استقرار البيت إنما هو قائم على هذا. يبقى المرأة دي مدحت زوجها بألطف عبارة وأخصرها أيضا. يمكن دي المرأة اللي أقل امرأة كلاما هي المرأة دي، أقل امرأة كلاما، لكن شوف مدحها عالي جدا. المس مس أرنب والريح ريح زرنب. دي المرأة الإيه؟ الثامنة. التاسعة، المرأة التاسعة قالت زوجي رفيع العماد، طويل بس مش عشانك، لأنها مدحته. ما ده برضو الست بتمدح زوجها. رفيع العماد، الطول إذا كان على رجل عاقل فهو ممدوح. رفيع العماد إما من الطول، وبعض الشراح حملها على البيت يعني والكلام ده، بس الصحيح أنه رفيع العماد طويل. طويل النجاد، النجاد جراب السيف. وطبعا أنت عارف الإنسان لما يكون طويل الأعضاء بتاعته بتبقى طويلة زي، لما يكون قصير أعضاءه تبقى قصيرة زي. فده معنى أنه طويل النجاد يعني جراب السيف قد كده هو. يبقى شوف بقى هو فين. رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد. عظيم الرماد من كتر ما بيشوي للضيفان الرماد بتاع الشي ده كتير بقى ايه كوام. عظيم الرماد. قريب البيت من النادي. مش قال لك ايه خد بيتك في حارة سد، لا ده هو البيت بتاعه جنب منتدى الناس المجلس. طب اقرب بيت هو اللي بيبذل للخدمة. عايزين نشرب مية هات لنا مية من بيت فلان، عايزين اكل هات لنا مش عارف من بيت فلان، غير ان واحد يكون في اخر الشارع. لا ده هو بتقول من علامة كرمه كثرة الرماد، وانه قريب من منتدى الناس ومن جلوس الناس. الكرم هنتكلم عليه شوية برضو بس مع الرجل العاشر. قالت العاشرة زوجي مالك، اسمه مالك. زوجي مالك وما مالك، تعرفوا حاجة عن مالك؟ وحيث أنكم لا تعرفون أنا أعرفكم من مالك. فطبعا لما تقدم بهذه المقدمة واضح إنها إنها بتحبه وتريد أن تشيد به. مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، كل شيء من المكرمات يخطر ببالك فمالك فوقه. مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. يعني دايما الإبل أكتر، عنده مثلا 100 ناقة، تلاقي 60 ناقة في الزريبة و40 ناقة سرحهم للغيط عشان يرعوا. طب هو ليه خلى الأكثر في الزريبة؟ عشان الضيفان لو نزل بيه أضياف ما يعملش زي الراجل اللي هو راح لواحد صاحبه لقاه كان بيجمع النخل الرطب البلح الأحمر ومش عارف ايه الكلام. فالراجل قال لابنه طبعا الراجل جاي الضيف جعان، فهو بيقطع في الصباطات بتاع النخل تقوم تقع بلحاية في الطين، فالراجل الضيف ياكل البلح بطينه. فالراجل قال لابنه أول ما يمسح هاته يتغدى. أول ما يبتدي يمسح البلحاية وما يشوفش الطين يبقى بقى شبع. ما هو اللي خلاه ياكل البلح بطينه؟ هيموت من الجوع. قال له سيبه ياكل البلح بخير وحلو. أول ما يمسح البلحاية وياخد باله إن عليها طين هاته يتغدى بقى إن شاء الله. لا ده بقى مش كده، ده يضع الأغلب بتاع في الزرايب والكلام ده وقليلات المسارح بيسرح بقى بره. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هو كان له عادة جميلة آنذاك إن عنده فرقة حسب الله مزيكا ومش عارف ايه والكلام ده، أول ما يجي ضيف يقف
التحية العسكرية بقى والسلام الجمنهوري والبتاع ده، يقف بقى الضيف يقف واقف كده لحد ما يدوله العزف المحترم والبتاع عشان يفتحوا نفسه، وبعدين يبتدي يدخل البيت يذبح له بقى ذبيحة ذبيحتين ثلاثة على ايه، على حسب التساهيل بقى. ده كله من باب ايه؟ من باب إكرام الضيف. الكرم والسخاء يغطي كل عيب. الكريم ملوش عيب أبدا. وهي أم زرع. وقالت 11: زوجي أبو زرع فما أبو زرع. تعرفوا إيه عن أبي زرع ده؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع، ادوني بقى فرصة أتكلم عن أبي زرع. وهي أكثر امرأة تكلمت، يمكن واخدة تلت الحديث لوحدها. أناس من حلي أذني. لاحظ الكلام مليان بالدفء، كلام امرأة محبة. انت لو انت راجل بقى حساس في الكلام ده لا تخطئك نبرة المحب إذا تكلم أبدا. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. أناس من النوس وهو الحركة والاضطراب، ومنه الناس عشان بيروح يمين وشمال وكده يتفرقون في كل مكان. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. النوسات اللي هي الضفاير، كانت حفصة مغتسلة وكانت الضفاير بتاعتها ايه؟ بتنقط مية. سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك إذا حركت المرأة رأسها، الضفيرة ايه؟ بتتحرك معها كمان. أناس من حلي أذني، يعني علق الذهب في أذني، لما تقعد تحرك ايه؟ رأسها كده يقوم الحلق اللي راكب في ودانها ده يقوم يتحرك معاه. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. كانت جلد على عظم، لا أكلها بقى وزغطها وبتاع والكلام ده لحد ما ايه؟ ما بان عليها انها ايه؟ انها خلاص بقت لها عضلات وكده. وملأ من شحم عضدي. وبجحني فبجحت إلي نفسي. قعد يقول لها يا ست الكل، يا سنيورة، يا سندريلا، يا اللي مش هنا اللي من هنا، لحد ما صدقت نفسها. وده أحد أركان النجاح. استعمله مع ولدك أو مع امرأتك، بجحه حتى لو كان لا يستحق ذلك. لما تيجي تقول للولد أنا عارف إنك أنت ولد ذكي وولد كويس ولماح ما شاء الله عليك ومؤدب ومش عارفين الكلام ده، وانت ما فيش ولا صفة من دي، الولد يلبس الصفة. انا لسه بقول له مؤدب وابن حلال وذاكر، مش ممكن يتغاضى وهو واقف، لا، يحس بالنوع من الانتعاش. المرأة تقول لها انا عارف ان انت بنت اصول والغلط ما يجيش منك، واللي انت قلتيه ده انا عارف انه زلة لسان، لولا ان انا عارف كده ما كنتش صبرت على هذا الكلام، انت بنت ناس ومتربية والحمد لله، وشوفي اهلك ناس فضلاء ومش عارف ايه والكلام ده. حتى لو ما كانتش كده على الأقل شرها ينكسر. لكن تقعد تفطس فيه وانت طول عمرك ما انتش نافع، وانا عارف كده ان انت سنتك سودة، وان انا عارف ان انت مش هتجيبيها البر، وانا فعلا يوم ما اتجوزتك وانت كده عارف ان انت مش هتحمري معايا والكلام ده. لا شوف، وبجحني فبجحت الي نفسي، مع انه وجدني في اهل غنيمة بشق. يعني أنا لا سنيور ولا سندريلا ولا يحزنون، ده أنا كنت يعني فقيرة جدا جدا، وكان كل اللي حيلتنا غنيمة، مش غنمة كمان، إنما صغرت غنيمة لتشير إلى حقارة المال الذي كان عندها. فلذلك قامت صغرت الإيه؟ قامت صغرت غنيمة إشارة إلى حقارة المال. بالمناسبة تصغير صابونة إيه؟ صبينة ولا بروة؟ طب بلاش رغي. غنيمة بشق يعني شق جبل، يعني ساكنة في حارة سد. يعني شوف، فقيرة وساكنة في حارة سد، حي ريفي كده ولا حي متواضع والكلام ده.
فقام نقلها نقلة كبيرة جدا. وجدني في أهل غنيمة شق جبل يعني، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يا سلام، نقلة بقى ما حصلتش. وجدني في أهل صهيل، نقلني جعلني في أهل صهيل كناية عن الخيل، وأطيط كناية عن الإبل، لأن خف الجمل طبعا ما يعرفش الكلام ده لواحد جمال. خف الجمل طري، لما تحمل عليه حمل كبير وانت جمال وماشي وراه ماسك ديله وبتقول يا ليل يا عين وبتاع وبتدي مواويل كده ورا الجمل، تقوم تلاقي خف الجمل بيقطقط، يقول قط 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 قط، بيعمل صوت كده وهو ماشي، عشان الحمل اللي هو ايه، الحمل اللي هو شايله. في أهل صهيل الخيل، وأطيط ودائس، ده كناية عن أنهم أهل زرع. الزرع الدائس أي ما يداس. بتجيب القمح، كنا زمان في النوارج والمش عارف ايه، والبابور يمشي على الرز وبتاع والكلام ده، ايه يداس. تجيب الفول، تجيب الرز، تجيب المش عارف ايه الكلام ده، يبقى أهل زرع. ومنق، المنقل والمنخل. كان زمان العرب ما لا يتخذ المنخل ده إلا واحد بقى من الناس اللي ايه الكبار أو أصحاب الرفاهية الكاملة. كانوا ما عندهمش المنخل، فكان يطحن الشعير ببعض العصف التبن الموجود، مش عارف يخلصوا من بعضه، فبيفضل شوية تبن كده مع الدقيق ماشي، اخبز وكل، مفيش مشكلة. لا ده بقى ما بيتعلفش، ده بيجيب البتاع كده هو ويعمل كده، ينزل القمح لوحده والبتاع لوحده. يبقى دي رفاهية. شوف بقى الفرق ما بين الراجل ده كان عايش ازاي، وهي ايه، غنيمة بشق، نقلها النقلة الكبيرة دي. فعنده أقول فلا أقبح، مهما قلت ما فيش حد يقول لي العك اللي انت بتقوليه ده مثلا، أو قبحك الله والكلام ده. ليه؟ لأن كرامتها من كرامة زوجها، ما فيش حد يتعدى عليها عشان عاملين حساب لزوجها. مش مثلا واحد يتجوز واحدة أمه تضربها وأبوها يا بنت المش عارف مين، وكمان إخواته يقوموا برضه على البيعة كده يشتموها ولا مش عارف الكلام ده. لا، دول بقى مش عاملين لزوجها أي حساب. هي بقى آمنة، حتى لو غلطت وقالت كلمتين مش ولا بد يعني، ما فيش حد يقدر يقول لها أي كلام. عنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، تنام لحد الضحى العالي، الشمس تطلع والكلام ده، ده يدل على أنها مخدومة، عندها خدامين. وإلا لو كانت المرأة كنسائنا هي عاملة نفسها، من بعد صلاة الفجر شغالة بقى، تصحي العيال وتعمل الفطار وتوضى بالمش عارف مين والبتاع والكلام ده. لا، ده هي ست مخدومة، تنام وتصحى متأخر خالص، تطلع تلاقي الأكل جاهز والعصير جاهز والمش عارف ايه. إذن هي مخدومة، ما بتخدمش نفسها. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. يقال بعير قامح إذا جاء الماء فشرب ثم رفع فمه زهدا في الماء، مال بطن. وفي رواية وأشرب فأتقنح بالنون. قال لك القانح الذي يشرب بعد امتلاء، شرب وخلاص، بس أتقمح شرب ومال بطنه وخلصنا. لا، أتقنح دي يعني يشرب لحد ما يتنح. ما هو أتقنح بقى ده يوم يقول له ايه بعد ما شرب ومال بطنه، يقول له معلش الكوبايه دي يا عم خلاص بطني هتنفجر، معلش عشان خاطر اشرب بس الكوبايه دي. او كل معلش اجبر ولو بهذا الديك، ما لا يوجد في بطني موضوع لقدم، معلش عشان خاطر انا. كل ما تتحايل عليه يبقى بتحبه، نفسه ياكل ومش عارف ايه والكلام ده. فشوف يعني مخدومة وتمام التمام وتاكل براحتها، ولا حد يعدلها في اللاعة ولا يبص لها كلت كام ولا عملت ايه ولا حدوته دي. وأشرب فأتقمح.
أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ هل تعرفون شيئا عن هذه السيدة الفاضلة؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا أنا أقول: عكومها رداح وبيتها فساح. الخير باصص من البيت زي ما بيقولوا. العكوم اللي هي الشولة اللي بيتخزن فيها الحب. رداح طويلة عريضة، لما بيحب يخزن غلة ولا رز ما بيجيبش شوال قد كده، بيتخزن في كيس قطن كده. ها، ما هو رداح دي مأخوذة من الردح، مش يقول لك فلان عمال يردح من الصبح. ها، الردح ده أي أنه طول المقالة، بيردح. عكومها رداح، بيتها مليان خير. وبيتها فساح، بيتها واسع. وطبعا سعة المسكن من ايه؟ من علامات النعيم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء البيت المسكن الواسع. فشوف ليه اتكلمت عن المرأة كده؟ لأنها تحب زوجها، فهي لا تزال تدفع الدين، كأنما قالت للمرأة لحماتها يعني: أنا مدينة لك بالفضل أنك ولدت هذا الإنسان. فإذا أحبت المرأة زوجها أحبت أم زوجها. مش بقى النساء القرشانات والمش عارف ايه والكلام ده، وقصص بقى الحموات والكلام اللي طالع، لا. ليه؟ لأنها بتحب، أحبت المرأة التي ولدت هذا الإنسان النفيس. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع. يبقى أبو زرع كان إيه؟ كان متجوز، ها؟ كان متزوجا، وده ابنه من المرأة التي إيه؟ التي كانت معه، يا اتطلقت يا ماتت. خلاص. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع. مضجعه كمسل شطبة. المضجع اللي هو السرير اللي بينام عليه. مسل الشطبة لما تجيب جريدة وتاخد منها سلخة كده بالسكينة، بتبقى السلخة زي الصباع ده كده. عايزة تقول إن الولد ده مفتول العضلات، مش مرهرط كده ينام على السرير يدلدل من هنا ومن هنا، لا، واد مفتول القوام. السرير بتاعه كده شطفة كده من جريدة. وهذا كان ممدوحا عند العرب، لأن ده يصلح في الكر والفر. ها، رفيع كده وبتاع، وينزل من تحت الرجلين ويطلع فوق وينزل تحت، والكلام ده غير ايه صاحبنا التاني. مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الجفرة أنثى الماعز الصغير، وطبعا الذراع اللي هي الرجل الأمامية. ياكل الرجل، هي الرجل الأمامية دي فيها حاجة؟ جيت أشم وكلته كله ما فيهاش حاجة. ها، بيقعد يا دوبك يجري بسنانه على العظم كده كله بتاعتين مش عارف ايه بتاعه، وبعدين يتكرع، بقول يا اتمليت خلاص. طب وانت اكلت ايه يا ابني؟ ما اكلش حاجة. قال لك ما هو قلة الأكل مع الصحة ممدوح. يبقى الجسم مش محتاج فبرضه بتمدح في الايه؟ في الولد. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع. طوع أبيها وطوع أمها، مش عاصية ولا زي الشريك المخالف ولا الكلام. وملء كسائها تخينة، وهذا مستملح في النساء. شوف الواد مضيعه كمسل شطبة، إنما المرأة مش جلد على عظم، لا، مالية هدومها. ملء كسائها وغيظ جارتها. دي كانت متجوزة ومعها ضرة، فلحسنها ولجمالها ولقوامها كان زوجها يحبها، وعمالة تكيد في مين؟ ها؟ في الضرة بتاعتها بقى. بسبب ايه؟ بسبب حسنها. برضو ده كل عمالة ايه؟ تمدح في ها؟ جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع. لا تبث حديثنا تبثيثا. ما عندناش أمر صناعي وبث مباشر، اللي يحصل في البيت الدنيا كلها تعرفه. لا، بنت كتومة. ها؟ لا تنث الأخبار ولا تنقل أسرار البيت. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. الميرة اللي هي المعاش، مش لما تلاقي شوال الرز دلدل كده ونزل رز تسيبه، لا، تعدل الشوال قبل ما يوقع الرز. ها؟ وما تهدرش في المعاش. بنت مدبرة
لقت بعد المائدة كده شوية كسر خبز والكلام ده ما تقولش حطاه في الزبالة، لا تقول لك الكلام ده نستخدمه بقى نحطه في الفرن لما يشدد كده ونعمله فتة، نعمله ثريد ولا حاجة، أو على الأقل نطعمه للقط ولا نطعمه للفراخ ولا أي حاجة. ما فيش حاجة اسمها تضيع، مفيش حاجة اسمها تضيع في المعاش، بتحافظ على المعاش. ولا تجعل بيتنا تعشيشا، نظيفة. بيتنا ليس كعش الطائر، ريش وحشيش وأش، لا، بيتنا ليس كعش الطائر، إنما بيتنا إيه؟ بيتنا نظيف. في بعض الروايات خارج الصحيحين قالت وظلت تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف بقى الحب، ما سابتش حتى الكلب. وأنا كان بصراحة نفسي وأنا بلف في طرق الحديث أشوف قالت إيه عن الكلب ده. كده الفصل الأولاني من حدوتة أم زرع. قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، جمع وطب، الدنيا ربيع واللبن كتير، والوطب ده اللي بيحلبوا فيه اللبن من الجاموسة والبقرة والكلام ده، والجو جميل وبديع والكلام ده. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. الفهد انت عارف ايه، رشيق وبتنطط كده وبتاع، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. الشراح اختلفوا كتير قوي في القصة دي، قال لك الرمانتين إشارة إلى نهدها أو إلى عظم عجيزتها، نايمة على ظهرها ففي يعني مسافة ما بين ظهرها والأرض، العيال بين الرمانة كده يعدوها من تحت ظهرها ويلعبوا مع بعض كده يعني. ده كلام إليه الشراح لهم كلام كتير في المسألة دي. فعجبوا المنظر ده، قال لك لا مانع أن نضمها إلى الكتيبة. ها ما هو يعني طيب ضمها للكتيبة، ما حصلش، يا ريته لما اتجوزها ساب أم زرع. قالت فطلقني ونكحها. السوق بتاعها ماشي سريع 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 سريع، اتجوزت على طول أم زرع. قالت فنكحت بعده رجلا سريا بالسين، أي من سرات الناس وأشرافهم، ركب شريا. الشري من الخيل، نوع جيد من أنواع الخيل. كان الجماعة السراه، الناس الهيلاي دول بيركبوه. وانت عارف الخيل أصلا متعجرف، الكبر مربوط بالخيل، الكبر مربوط بالخيل. فاللي يركب الخيل يحس انه انتفش لوحده كده من غير ما يعمل حاجة، ويحس بالعظمة، يحس بالنخوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر والبطر في أهل الخيل والإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. غنماية مدلدلة ودانها وماشية كده، هو لا بها ولا عليها ومسكينة والكلام ده. إنما اللي راكب الخيل ده، ودي موجودة الآن، تلاقي مثلا اللي بيركبوا السيارات الفارهة وهو نازل من السيارة تحس انه لابس الفلوس، لابس ثمن السيارة، بينتقل إليه ثمن السيارة تلقائيا وينزل كده. في بعض الناس اللي ما كانوا دايما يشتروا سيارات جديدة، ما يركبش أبدا سيارة ما مر عليها سنة، يشتري على طول بتاع، بيقول لي أنا كنت لما بنزل بالسيارة بحس إن صدري يقوم طالع قدامي كده لوحده منفوش، وعامل كده ونازل وبتاع، ومقفل الباب كده من ورا قرنانة كده وبتاع ويمشي. بقى لو واحد بقى راكب عربية من ماركت بقى اللي يحب النبي يزق زينا كده وقدامه وهو عايز يعدي وبيديله أنوار بقى وبتاع وكلاكسات، وصاحبنا مش واخد باله، أول ما يعديهم مبرق له كده باصص له كده، أنت كده نظرة احتقار ومش عارف ايه والكلام ده. المسألة دي بتعدي على صاحبها على طول، بالذات الخيل. وده منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت له، الكبر والبطر في أهل الخيل. وبعض العلماء بيقولوا ان الصفات قد تنتقل حتى لو من حيوان إلى إنسان، وهذا ليس يعني مقصورا على انه يركب بس،
ده حتى بعض علماء التغذية بيقول أنت لو أكلت لحم كثير أو أدمنت أكل لحم حيوان معين قد يكون بعض الصفات تنتقل بعض صفات الحيوان ده للبني آدم. يعني مثلا لو بياكل ضان كتير ممكن ينطح، ها عادي، انتقلت له بقى فده بقى لما ينتقل إليه ده رجل بقى من سراة الناس وراكب بقى الفرس والأبهة، وعشان تكتمل بقى الأبهة بتاعته بتقول إيه؟ فنكحت بعده رجلا سريا ركب شرية أخذ خطية. الخطي اللي هو الرمح، وكان في البحرين بلد يقال لها الخط، والكلام ده كان تجبى الرماح من الهند وتوضع في الخط ده وتوزع إلى سائر بلاد العرب من البلد دي، عشان الأبهة تكتمل بقى راكب الفرس وحطت الرمح تحت باطه كده ومش عارف ايه. وأراح علي نعما ثرية، غرقني في النعيم، وأعطاني من كل رائحة زوجة. الرائحة زي الإبل والغنم، رايحة كده يقول لها خدي لك 2، دي رايحة كده خدي لك 2. وفي بعض الروايات وأعطاني من كل ذابحة زوجة. الذابحة ما يصلح أن يذبح من الأنعام. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، كلي ود الأهل كمان. الراجل ده في عيب؟ ما فيهوش عيب أبدا. تقوم تعلق وتقول فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. مع أن المرأة المطلقة لا ترى لمطلقها حسنة ولو كان أفضل الناس، طالما طلقها وكسرها يبقى ما فيش في ميزة، فيش في حسنة أبدا. إزاي المرأة دي كانت وفية إلى هذا الحد حتى تصف أن كل ما أعطاه الرجل ما يبلغ أصغر آنية أبي زرع؟ امرأة وفية. إيه الفرق بقى ما بين أبي زرع وما بين الرجل الثاني ده؟ الفرق أيها الإخوة أن المرأة وجدت عند أبي زرع من دفء الحنان ما لم تجده عند الرجل الثاني. باختصار جوع المرأة وقول لها كلام حلو، لكن ما ما أقصدش جواها يعني جواها. أول حاجة فاجأني بالضحك، أنا ما كنتش واخد بالي يعني. لا أنا أقصد يعني لو إن المرأة فقدت كل شيء لكن وجدت دفء الحنان يهون عليها كل شيء. ده اللي كان عند أبي زرع. راجل بق بتاع كلام، بيعرف يتكلم ويعرف ينمق الكلام ممكن الراجل يبقى كريم جدا جدا وجاف واقف، تقول له أنا عايزة فلوس، ولا خدي من الخزنة اللي أنت عايزاه. طب ادي لها وشك، أو خدي من الخزنة اللي أنت عايزاه. عندك إيه؟ أنت بتشتكي من إيه؟ عندك من الإبرة للصاروخ في البيت. عايزة إيه مني أكتر من كده؟ إيه عايزة؟ من جنيه ل1000، من جنيه ل10,000، لمليون، للكلام ده مالكيش عندي حاجة، أنا مش مقصر في حاجة. كتير من الرجال يقول هذا الكلام. لا، أنت مقصر في حاجة، مقصر في كتير. إنها لا تريد جيبك، إنها تريد قلبك. ده الفرق الجوهري ما بين أبي زرع ومن الرجل الثاني الذي ليس فيه عيب. وكمان هي لما اتكلمت الحقيقة برضو علت من مقدار الرجل، وبرضو جابت كلام قوي. وأنا بعتقد أن جابت الكلام القوي ده عشان تحط من مقدار الرجل، عشان لما تقول ما بلغ أصغر آنية أبي زرع بعد المدح العالي جدا جدا يقع على جدر رقبته. يعني ده ذم عن طريق المدح، فأظهرت كرمه وصفاته عشان يظهر معدن أبي زرع. فبعد ما عائشة خلصت الكلام ده، شو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الذي يحمل أعباء أمة، قاعد يسمع ويعطي أذنه للمرأة ويعلق تعليقه الجميل في نهاية الكلام، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. زاد النسائي في روايته
غير أني لا أطلقك. وفي بعض الروايات قالت له بل أنت يا رسول الله خير من أبي زرع. ده أبو زرع ده كفاية إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها كنت لك كأبي زرع، ده يطلع أبو زرع ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لك كأبي زرع. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه بأبي زرع ده هذا شرف باذخ لأبي زرع. فيبقى احنا بنرجع بقى ونستفيد من هذا الدرس ان احنا نرجع أدراجنا مرة أخرى، وليس عيبا إذا كان في سوء عشرة ما بينك وبين المرأة أنكم تعملوا صلح. تقول والله أنا سمعت كذا وكذا وكذا وأثر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأثر في الوحي المنزل، فلما الوحي اللي يرجعك يبقى شرف لك، غير لما تقول لها أنا الحقيقة كنت غلطان وما كنتش كويس ومش عارف. لا، ارجع برضو إذا أردت أن ترجع فارجع رجوعا كريما. فلما حد يقول إنما أرجعني قول الله ورسوله، هذا شيء جميل وهذا شرف. فعشان كده احنا بنقول يا أخوانا بيوتنا طول ما هي مستقرة بيطلع أولاد نجباء، أولاد عندهم استقرار، أولاد يحبون الالتزام. لكن واحد ملتحي وواحدة منتقبة ويشتموا بعض بأقذع الشتائم، تطلع البنت كاره النقاب ويطلع الولد كاره اللحية. ليه؟ لأن الأب اللي هو الأسوة الذي كان يمثل الدين سقط من حالق عند الولد. عشان كده نرجو ان احنا نطلع من هنا بخطة عمل، ما يكونش بس ان احنا سمعنا وتسلينا والكلام ده هو ويذهب أدراج الرياح. لا، أنا أوصي يعني وأشدد على أي إنسان في خصومة بينه وبين امرأته أو أي امرأة فيها خصومة بينها وبين زوجها، إن الليلة دي لابد أن نصفي هذه الخصومات ونرجع أدراجنا مرة أخرى إلى شرع ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.